من فترة قريبة طلعت علينا ريم طليقة حسن شاكوش وقالت إن في فنانة كانت بتجيله الفيلا في نهار رمضان وحصلت بينهم علاقة. ناس كتير فسروا العلاقة دي بإنها علاقة جنسية بينهم هما الاتنين، وإن الفنانة المقصودة هي حورية فرغلي، خاصة إن ريم قالت إن الحرف الثالث من اسم الفنانة دي هو حرف الر، وطبعا الحرف الثالث من حورية فرغلي هو حرف الر. حورية فضلت ساكتة لغاية ما أخيرا قررت ترد على الكلام ده. قالت حورية: في مليون اسم، اشمعنى حورية اللي مسكته فيه؟ وأنا عمري ما شفت حسن شاكوش، بس بحب أغانيه. أنا زعلانة إن هو طلق ريم، لو ما كانش فيه حب جامد بينهم ما كانش هيكون فيه خناقات. هي بتحبه قوي وغيورة عليه، بس هو مش عاوز يبين قدام الناس إنه بتاع ستات. ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ما يبصش لحد غيرها، وقالت إن في بنت اسمها سارة كانت بتسافر مع حسن شاكوش وبتخرج معاه. الحرف الثالث في سارة هو حرف الر، وارد تكون هي دي البنت اللي كانت تقصدها ريم. المهم ان حورية قالت كمان انها ما حبتش ان اسمها يجي في حاجة زي كده، يعني علاقات جنسية وزنا وفي نهار رمضان، ما كانتش حابة ان ده يحصل. وقالت انها زعلت جدا من الموضوع ده بالذات لما دخل في حتة الشرف، وقالت طالما قلتوا اسمي في الموضوع يبقى اخرب لكم الدنيا. حورية اتكلمت كمان عن الحب والجواز اللي في حياتها، وقالت انها ارتبطت بشخص وكانت خلاص هتتجوزه، لكنها اكتشفت انه طلع نصاب وسرق بنوك مصر وسافر بره البلد، وده اللي خلاها تدخل في أزمة نفسية.